السلام عليكم ويسعد أيامكم. اليوم عندنا حلاوة الجبن بالحليب، أتمنى تنال الإعجاب. 600 جرام جبن موتزاريلا مبروش بهذا الشكل. قشطة أو مسكربونة عندي كيلو كامل. لمد حلاوة الجبن نحتاج 100 جرام من الزبدة أو مية الجبن الموتزاريلا. طبعا كاسة ونص من السكر بمقدار هاي الكاسة. كاستين ونص من السميد بمقدار نفس هاي الكاسة كمان. ماء زهر أو ماء ورد، رح ناخد نص فنجان قهوة، لتر حليب كامل. بالطنجرة بنزل الحليب، بعد ما بيغلي تماما بنزل عليه السكر وبحركه لحد ما بدوب معي السكر. بعد ما دابوا السكرات بالحليب بنزل السميد وبحركه بهذا الشكل، بس بيتحرك شوي شوي راح يصير معنا ثقيل السميد مع الحليب والسكر. بنزل الجبنة على دفعتين وببدي بتحريكها بهذا الشكل بسرعة. بالنهاية بنزل مية الورد أو مية الزهر حسب الموجود وببدي بتحريكها من 5 دقايق إلى 7 دقايق لتصير معنا حلاوة الجبن جاهزة للمد. بقسم حلاوة الجبن إلى قسمين، القسم الأول بغلفه بالزبدة وكيس النايلون، القسم الثاني بمية جبنة الموتزاريلا كمان بغلفها وبتركها على جنب. بعد 5 دقائق بحط كيس نايلون من تحت حلاوة الجبن وبمدها بهذا الشكل باليد، طبعا هي مخلوطة بالزبدة، وبعدين بحط كيس الثاني فوقها وببدي بشدها. بعد الشد نبدي بتقطيعها بشكل حسب الرغبة، إن كان مستطيل أو مربع حسب ما بدك، والحجم انت بتحدديه كمان. الحشوة هي المسكربونة نبدي بمدها، طبعا حسب ما بدك إن كان كتير ولا قليل، هاي بترجع لك إلك، وبتلفي بهذا الشكل. هي الكمية اللي طلعت معي، فيك تحطيها بالفريزر لمدة 3 شهور، كل ما بدك قطعة أو قطعتين بتطلعيها قبل نص ساعة. هذا هو الشكل النهائي لحلاوة الجبن بالحليب، طريقة مميزة، أتمنى تنال الإعجاب. إذا عجبكم الشريط لا تنسوا التعليق والمشاركة بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صحة وعافية من مأكولات بت الفرات.